حسبي الله ونعم الوكيل في ده محتوى. عشان كده بنقول ما تمسكوش الطفل تليفون. اتفرج معايا، انا واحد صاحبي بعت لي الفيديوهات دي انا ما كنتش مصدقها. لو اللي ظاهر قدامك في الفيديو دلوقتي مش فارق لك، فكك مني ومن الفيديو وقلب وروح اتفرج على حاجه ثانيه. لكن لو الشيء اللي ظاهر قدامك دلوقتي ده فارق معاك، اعمل لايك. يعني ايه الشيء اللي ظاهر لو مش عايز على قلبك ما تعملش لايك؟ انت بتعمل ايه يا اسطى؟ اسم ربنا مش عايز عليا؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ هتستفاد منه ايه؟ بتتاجر بدينك ليه؟ وانت بتنزل تكتب اسم الله في الكومنتات احسن يصيبك اللعنه. يعني ده بيشتغلك يا عمنا، بيشتغلوك يا امي ويا ابويا يا ناس يا كبار يا اللي على الفيسبوك. افرض دلوقتي واحد ما يعرفش اي شيء عن الاسلام ودخل لقاكوا كده على الفيسبوك، هيقول علينا متخلفين وقسما بالله. وشغل الصور اللي كترت دلوقتي بالذكاء الاصطناعي على الفيسبوك، اللي تختار الخمره ولا تختار اللبن، تختار مثلا امك ولا تختار ابوك، مسيحي ولا يهودي ولا مسيحي مسلم ولا مش ايه يا جماعه الهبل ده؟ شويه عيال بيضحكوا عليكم عشان يلموا ريتش وفلوس على حسكم، يطلعوكم بالمنظر ده على التايم لاين. ايه يا جماعه اللي احنا فيه ده؟ ما ننضج شويه. خد كمان عندك ده لسه فيه بلاوي. اتفرج. هتختار الله ولا هتختار العربيه دي؟ يا بنت العربيه حلوه وجميله، اختار العربيه طبعا. انا عن نفسي هختار الله، فاللي هيختار الله زي يعمل لايك وكومنت. انا بقى عايزك تفهمني، يعني تجيب اسم ربنا وتجيب عربيه تقول لي هتختار ده ولا تختار ده، ويطلع هو يختار مثلا العربيه واللي معاه يقول لك انا اختار اسم الله عشان اللي يختار اسم الله زي يعمل كومنتات عشان يجي لنا فلوس ايا كان على حساب ديني. انا عايز فلوس. والله الناس دي اخطر من الناس اللي بتطلع ترقص وتتعرى على النت. الناس دي اخطر منهم بالنسبه لي. احنا لو جبنا كفار قريش مش هيعملوا اللي انتوا بتعملوه مع الاسلام ده. الخوف اكتر من التفاعل على الفيديوهات دي كارثه. مليون لايك، 100,000 تعليق، ويقول لك انا اختار الله، اختار. يا نهار ابيض. وليك واحد تاني يعمل لك كده، اسمع الكبر ما فيهوش نت، اسمع ال5 ثواني دول، ويجيب لك ايه قرانيه مش مكمله ال10 ثواني و9 ثواني وقطع لك من النص ما ينفعش تقطعه، ويقول لك اسمع الكبر ما فيهوش نت، اسمع ال10 ثواني دول، وهو يعمل لك كده اهو. شاطر يا حبيبي، تاجرت في دينك، مبروك عليك الالاف دولارات اللي انت خدتها من ورا الحاجات الهبله دي على الفيسبوك. شاطر يا حبيبي، ابقى خلي الفلوس دي تنفعك. كطفل بقى وما يعرفش حاجه وماسك الموبايل، هيشوف دينه كده هيعمل ايه؟ هيقلدهم. ما دول بياخدوا فلوس ودول مطلقين، هيقلدهم. انا ايه اللي تعبني؟ ويتهاون في دينه ويتهاون في بلده ويتهاون في كل حاجه. بالله عليكم يا جماعه يا كبار، يا جماعه يا كبار، يا جماعه يا كبار، عشان انتوا اللي بتعلوا فيديوهات وبتعلوا ريتشها، انتوا اللي بتعلوا الفيديوهات دي. واللي شفتوا محتوى زي ده على الفيسبوك اعملوا له ريبوت، ما تتفاعلوش معاه. اقل حاجه اذا كان دينكم هين عليكم مش هين علينا احنا. وانا والله نصيحتي ليكم ما تتاجروش بدينكم، يمكن انتوا ما تعرفوش خطوره اللي بتعملوه. بالله عليكم اتقوا ربنا في دينكم، اتقوا ربنا في بلدكم، اتقوا ربنا في الاطفال اللي طالعه، اتقوا ربنا في الجيل اللي طالع. وسامحوني ان كنت اتعصبت والله من اللي شفته.